لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص. فيلمنا بيبدأ مع راجل اسمه بوبا، واللي بيكون عنده إعاقة ذهنية، وعلى الرغم من إن عمره فوق ال30 سنة إلا إن عقله بيكون زي عقل الطفل اللي عنده 5 سنين. ولأن ما كانش عنده أصحاب يتكلم معاهم، كان بيقضي أغلب الوقت في اللعب مع طفلة اسمها مارلي. وأثناء ما بيقطف الورد مع مارلي في الحقل، ما أخدش باله إن في شخص بيراقبه من بعيد، والشخص ده هو أوتيس ساعي البريد اللي في المدينة، واللي كان بيحب مارلي جدا وبيغير عليها من بوبا لأنهم كانوا دايما مع بعض. وأوتيس بيكون مستني فرصة مناسبة علشان يتخلص من بوبا. وأثناء ما بوبا ومارلي راجعين للبيت، بيشوفوا مكان منظره جميل ومليان بالتحف النادرة. ولما بيكتشفوا إنهم ممكن يدخلوه بعد ما يشيلوا ألواح الخشب اللي على السور، مارلي طلبت من بوبا إنه يدخل معاها علشان يستكشفوا المكان. وعلى الرغم من إن بوبا ما كانش ذكي كفاية، إلا إنه رفض دخول المكان ده مع مارلي لأنه عارف إنه خطر. ولكن مارلي ما سمعتش كلامه وقررت تدخل للمكان. وساعتها واجهت كلب أسود كبير بيفضل ينبح عليها باستمرار، فمارلي اترعبت وطلعت تجري، والكلب طلع يجري وراها. وساعتها بوبا دخل للمكان بسرعة علشان ينقذ مارلي، ولكن للأسف وصل متأخر. ومع ذلك قدر ينقذ مارلي من فك الكلب في آخر لحظة، لكن جسمها كان مليان بالجروح الخطيرة وفقدت الوعي. وأول ما أمها شافت المنظر ده فضلت تصرخ، واعتقدت إن بوبا هو اللي عمل فيها كده. وبعدها الأخبار وصلت لأوتيس، واللي كان مستني فرصة زي دي علشان يتخلص من بوبا. ولكن الأخبار اللي وصلت له كانت غلط، واعتقد إن مارلي ماتت. وبدون تصريح من الشرطة، أوتيس جمع أصحابه علشان يروحوا يقبضوا على بوبا، واللي كان في الوقت ده خايف وعمال يجري حوالين البيت. ولما لاحظ اقتراب المجموعة ومعاهم الكلاب، خاف أكتر ورجع للبيت علشان يحكي لأمه عن كل حاجة، واللي كانت واثقة في ابنها وفي قلبه الطيب، وكانت متأكدة إنه مأذاش مارلي. وطلبت منه يروح يستخبى في أي مكان بسرعة. وبعد ما أوتيس وأتباعه وصلوا للبيت، أم بوبا منعتهم من الدخول، وقالت لهم إن ابنها تفكيره بسيط وقلبه طيب، ومستحيل يأذي مارلي. وبتعرفهم إن ابنها مش موجود في البيت دلوقتي، وبتقفل الباب في وشهم. ولكن أوتيس ما كانش عنده استعداد إنه يستسلم. وأثناء ما كان بيجهز نفسه علشان يدخل للبيت بالقوة، فجأة بيشوف الكلاب اللي معاهم متوترة جدا، وبتبدأ تنبح ناحية الحقل. ولما بيروحوا وراهم بيشوفوا بوبا مستخبي داخل فزاعة، فبيفضلوا يضربوا عليه نار بدون رحمة لحد ما بيخلصوا عليه. وبعدها بيسمعوا أخبار في الراديو إن بوبا طلع بريء، وحكم القبض عليه اتلغى لأن الموضوع طلع سوء تفاهم، وإن مارلي لسه عايشة. ولما أخدوا أقوالها قالت إن بوبا هو اللي أنقذها من الكلب. فالمجموعة اترعبوا من الكلام اللي سمعوه، لكن أوتيس حط خطة بسرعة. جاب شوكة حديدية وحطها في يد بوبا علشان يبين إنه كان عايز يهجم عليهم، على أمل إنهم يفلتوا من العقاب القانوني. وفي نفس الوقت جت عاصفة من الرياح وخلت الفزاعة تتحرك يمين وشمال، وده خلى المجموعة تخاف جدا. وبعدين أم بوبا رفعت دعوة في المحكمة بتتهم فيها أوتيس وأتباعه بقتل ابنها. ومحاميين الطرفين دخلوا في جدال مع بعض، لحد ما محامي أوتيس أظهر الشوكة الحديدية، وبلغ القاضي إن بوبا حاول يأذي أوتيس وأصحابه، وعلشان كده اضطروا إنهم يضربوه بالنار دفاعا عن نفسهم. وللأسف ما كانش فيه أي دليل عند أم بوبا يثبت براءة ابنها، وبالتالي القاضي أعلن إن أوتيس وأتباعه غير مذنبين وهيتم الإفراج عنهم. والحكم ده كان صدمة كبيرة بالنسبة لأم بوبا، واللي بتبلغ القاضي إنها متأكدة إن المجموعة دي قتلوا ابنها وهم متعمدين، لكن للأسف ما كانش عندها إثبات على كلامها. وكمان الأمر بيزداد سوء نظرا لأن بوبا كان شخص معاق ذهنيا، وأوتيس وأصحابه كانوا من أهل المدينة المعروفين. وللأسف أهل المدينة ما أظهروش أي تعاطف مع أم بوبا، واحتفلوا بانتصار المجرمين في المحكمة. وفي الليل أوتيس وأصحابه راحوا يسهروا داخل بار، وما كانوش حاسين بأي ذنب تجاه قتلهم لبوبا، بس ما كانوش عارفين إنهم هيدفعوا تمن اللي عملوه قريب. وفي نفس الليلة هبت رياح شديدة كانت حاملة غضب بوبا، ومارلي وهي نايمة سمعت صوت بوبا وهو بينده عليها، فراحت بسرعة لبيت بوبا وسألت أمه عليه، واللي ردها كان إن بوبا مات. لكن مارلي بتصر إن بوبا لسه عايش، وأخدت أم بوبا للمكان اللي اتقتل فيه، وعرفتها إنه كان بيلعب معاها استغماية هنا. لكن الأم ما كانتش مقتنعة بالكلام ده، وكانت متأكدة إن ابنها مات خلاص.
وبعد ما بتمر الأيام المجرمين بيكملوا حياتهم بشكل طبيعي، لحد ما في يوم مرات واحد فيهم لاحظت وجود فزاعة في وسط الحقل بتاعهم، ولما قالت لجوزها هوكر خاف جدا لأنه لاحظ إن الفزاعة دي شبه الفزاعة اللي كان مستخبي فيها بوبا، ولكنه اعتقد إن ده مجرد هزار من أصحابه. بس لما راح واجههم قالوله إنهم ما عملوش أي حاجة زي كده، وعرفوه إنهم شركاء في الجريمة مع بعض ومفيش أي سبب يخليهم يعملوا كده. وبعدين التلاتة راحوا لأوتيس وقالوله عن ظهور الفزاعة، وكانوا خايفين أحسن يكون حد اكتشف الحقيقة وبيلعبهم، لأن الفزاعات مش بتتحرك لوحدها. ولكن أوتيس بيكون هادي جدا وبيأكد لهم إن محدش يعرف حاجة باستثناء أم بوبا، واللي ممكن تكون هي اللي عملت كده علشان عايزة تخوفنا. وأوتيس بينصحهم إنهم يرجعوا لبيوتهم ويتصرفوا بشكل عادي، وبيحذرهم إنهم ما يتصلوش بيه إلا عند الضرورة علشان ما يلفتوش الأنظار حواليهم. وفي الليل هوكر وهو راجع لبيته سكران بيلاحظ إن الفزاعة اختفت من الحقل بتاعه، وكل اللي اتبقى منها هو الإطار الخشبي اللي كانت عليه، فضربه برجله ووقعه على الأرض. ولما كان على وشك إنه يدخل للبيت سمع أصوات غريبة خارجة من الحظيرة، ولاحظ إن مكنة القش اللي موجودة جواها بتشتغل لوحدها. ولما دخل الحظيرة وطفى المكنة لقي مجموعة من القش بتنزل من سطح الحظيرة، فهوكر طلع على السلم وكان ماسك حديدة في إيديه. وأثناء ما بيقرب من صندوق المكنة واللي كان معتقد إن في حرامي مستخبي جواه، فجأة المكنة بتشتغل لوحدها، وده خلى هوكر يفقد توازنه ويقع من فوق. وعلى الرغم من إنه قدر يمسك في سلك اللمبة إلا إن السلك اتقطع والكهرباء مسكت فيه، فهوكر اضطر إنه يسيب السلك، وساعتها وقع داخل مكنة القش واللي فضلت تطحن في جسمه لحد ما مات. وتاني يوم أوتيس وهو بيفطر مع أسرته عرف من أبوه إن صاحبه هوكر مات داخل مكنة القش، فأوتيس راح لمكان الحادث بسرعة وشاف عربية الإسعاف وهي بتشيل جثة صاحبه واللي بقى عبارة عن أشلاء صغيرة. ومرات هوكر المصدومة بتروح مع الشرطة علشان التحقيق، وبما إن ما تمش العثور على أي دليل على وجود جريمة قتل، الشرطة سجلت القضية على إنها مجرد حادث. وأوتيس كان مقتنع بده، لكن أصحابه التانيين ما كانوش مصدقين إنه حادث، وبلغوا أوتيس إن مفيش حد من العمال كان موجود في الحظيرة بالليل، وإن الشرطة لما وصلت للمكان لقيوا مكنة القش مش شغالة. ولو حادث زي ما الشرطة بتقول، يبقى السؤال هنا مين اللي وقف المكنة عن التشغيل بعد موت هوكر؟ وساعتها أوتيس اقتنع بكلامهم وشاف إن الموضوع غريب، لكنه اعتقد إن ممكن يكون الوقود خلص من المكنة مثلا. وعلشان يعرفوا الحقيقة التلاتة راحوا للحظيرة بالليل، والمفاجأة إنهم لقيوا خزان المكنة مليان بالوقود، وساعتها اتأكدوا إن موت هوكر ما كانش حادث، وإن في حاجة غامضة في الموضوع هم مش عارفينها. تاني يوم أوتيس بيروح لبيت بوبا بحجة تسليم البريد، لأنه كان مقتنع إن أم بوبا هي اللي ورا كل اللي بيحصل. ولما نزل من عربيته شاف مارلي خارجة من بيت بوبا، فرحب بيها بابتسامة، لكن مارلي فضلت تبصله بقرف وبعدها مشيت من قدامه لأنها كانت عارفة إن هو المسؤول عن وفاة بوبا. وبعدين أوتيس راح لأم بوبا وفضل يسألها إذا كانت تعرف أي حاجة عن موت صاحبه هوكر. وساعتها أم بوبا بتسأله سؤال غريب، هل بيؤمن بوجود الأشباح؟ ورد أوتيس بيكون لأ طبعا، وبيقول لها إن هو متأكد إن هي اللي قتلت صاحبه هوكر، وبيعرفها إن بموت هوكر كده بقيوا متعادلين، والمفروض من دلوقت إن كل واحد يكمل في حياته من غير ما يأذي التاني. لكن أم بوبا بترفض وبتحذره إنه ما يقربش من مارلي لأنها لاحظت الطريقة الغريبة اللي بصلها بيها. وساعتها أوتيس بيتضايق وبياخد بعضه ويمشي، بس ما كانش يعرف إن موت هوكر دي كانت مجرد البداية بس، لأن في الوقت ده فليب صديق أوتيس بيشوف فزاعة برضه في الحقل بتاعه، ولما بيقرب منها أكتر بيلاحظ إنها شبه الفزاعة اللي كان مستخبي فيها بوبا بالظبط. وساعتها فليب بيفتكر مصير صاحبه هوكر وبيكون مرعوب جدا، وعلشان كده بيقرر إنه يروح لأوتيس ويحكيله عن ظهور الفزاعة علشان يشوف حل. ولما أوتيس بياخد صديقهم التالت سكيتر وبيروحوا معاه للحقل، مش بيلاقوا أي آثار لوجود فزاعة هناك، وعلى الرغم من إن فليب بيأكد لهم إنه شاف الفزاعة بعينه في الحقل، إلا إن أوتيس مش بيصدقه وبيعتقد إنه بيهلوس مش أكتر. وساعتها فليب بيهدده إنه هيروح يحكي للشرطة عن كل حاجة وهيسلم نفسه لو أوتيس ما شافش حل للموضوع ده.
وأوتيس اللي ما كانش عايز يقضي بقية حياته في السجن لسه بيكون معتقد إن أم بوبا هي اللي ورا كل ده، وعلشان كده بيروح للبيت بتاعها وبيغطي بقها بإيديه. وأوتيس ما كانش عنده النية إنه يقتلها، لكنه كان عايز يحذرها بس إنها توقف اللي بتعمله. بس ما كانش يعرف إن أم بوبا بتعاني من أزمة قلبية، وأول ما شال إيده من على بقها اكتشف إنها ماتت. وساعتها أوتيس خاف جدا، لأنه ما كانش متوقع إن الأمور تخرج عن السيطرة بالشكل ده. ولما كان على وشك إنه يهرب، لاحظ إن البراد كان محطوط على البوتاجاز، فقرر إنه يخفي آثاره. طفى النار لكنه ساب الغاز زي ما هو شغال علشان يخلي الموضوع يظهر على إنه حادث، وأخد بعضه وهرب من البيت. وبالفعل لما المطبخ اتملى بالغاز، البوتاجاز انفجر وولع في البيت كله. وتاني يوم الشرطة بتوصل للمكان وبيسجلوا القضية على إنها حادث برضه. وساعتها أوتيس اعتقد إنه كده اتغلب على جميع مشاكله وكمل حياته بشكل طبيعي. ولكن فيليب وسكتر كانوا خايفين، لأنهم متأكدين إن الموضوع مش بالبساطة دي. وفي الليل فيليب لاحظ إن الخنازير بتتصرف بشكل غريب وكأنها خايفة من حاجة معينة. ولما راح قرب منهم سمع أصوات خبط جاية من وراه، فمسك عصاية وراح علشان يشوف اللي بيحصل. ولما اكتشف إنها مجرد سلسلة بتخبط في الحظيرة، اطمن جدا وحس بالأمان. ولكنه لما لف وشه شاف ظل موجود داخل البيت، فاترعب جدا وراح ركب عربيته علشان يهرب. ولما لاحظ إن العربية مش راضية تشتغل، ما كانش قدامه حل غير إنه يروح يستخبى في الحظيرة بتاعته ويقفل الباب عليه. وبعد ما لاحظ إن الصوت اختفى من بره وحاول يخرج، اكتشف إن الباب اتقفل من بره، وفجأة مكنة حبوب القمح بتشتغل لوحدها وبتملى الحظيرة بالحبوب. ومع عدم وجود وسيلة للهروب، تم دفن فيليب حي تحت الحبوب، واللي ما كانش قادر يتنفس لحد ما مات. وبعد ما أوتيس سمع بالخبر راح بلغ صاحبه سكيتر، واللي خاف جدا وقرر إنه يسلم نفسه للشرطة علشان ينقذ حياته. لكن أوتيس وقفه بالقوة، وهو لسه معتقد إن كل اللي حصل ده كان مجرد سلسلة من الحوادث، ورافض يصدق إن بوبا اللي مات هو اللي بيسعى للانتقام. وعلشان يثبت كلامه راح هو وسكيتر للمقابر، وفضلوا يحفروا في قبر بوبا. والمفاجأة إن لما سكيتر فتح التابوت ملقيوش جثة بوبا جواه، فسكيتر اترعب وطلع يجري علشان يبلغ الشرطة. لكن أوتيس طلع يجري وراه لحد ما وقعه على الأرض وفضل يهديه. لكن كلام أوتيس مأثرش على سكيتر، اللي كان مصمم إنه يروح يحكي للشرطة. ولأن أوتيس ما كانش قدامه حلول، اتظاهر إنه موافق على كلام سكيتر بتسليم نفسه. ولكن بلغوا إنهم لازم يقفلوا قبر بوبا قبل ما يروح للشرطة. وبالفعل سكيتر اقتنع بكلام أوتيس ونزل للقبر علشان يقفل التابوت. وساعتها أوتيس ضرب سكيتر بالجاروف على دماغه وقتله. وبعد ما دفنه في قبر بوبا طلع يجري بالعربية بتاعته، وأثناء ما هو ماشي على الطريق شاف مارلي واقفة قدامه، واللي بعدها طلعت تجري لداخل الحقل. فأوتيس نزل من العربية وطلع يجري وراها لحد ما قدر يمسكها، وطلب منها تعترف إذا كانت هي اللي ورا كل اللي بيحصل. لكن مارلي ما اتكلمتش وفضلت تصرخ وبس. وساعتها كان في جرار جنبهم بيبدأ يشتغل لوحده، وأثناء ما أوتيس مصدوم، مارلي قدرت تهرب من قدامه. وبعدها أوتيس شاف الجرار وهو بيتحرك ناحيته بدون سواق، ولما طلع يجري خبط في الفزاعة اللي كانت موجودة في وسط الحقل، واللي فجأة طعنت أوتيس بنفس الشوكة الحديدية اللي استخدمها في توريط بوبا. وفي النهاية أوتيس مات ودفع تمن أفعاله الشريرة. وروح بوبا سكنت الفزاعة علشان يفضل مع مارلي ويحميها من أي خطر. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.